في شيء مؤلم شويه بيحصل لك انت، حتى لو في شيء مؤلم شويه بيحصل لك، انت ناصيتك بيده. اطمئن. ليه اطمئن؟ لانه ارحم بك من امك. فاطمئن لما تستشعر المعنى ده، معنى انك ناصيتك بيد الله عز وجل بجميع صفاته، تسلم لمقاديره وترضى بها اكثر من اقتراح عقلك. يا جماعه بنزعل ليه؟ بنشيل هم ليه؟ وبنهتم ليه؟ هو ان المقادير ما بتمشيش وفق عقولنا. يعني كنا عاوزين حاجه وما خدناهاش، كنا عاوزين حاجه ما تصبناش وصابتنا. عقولنا بتقول كده، بتقول ان الحاجه دي ما عاوزينها. عقولنا بتقول الحاجه دي مش عاوزين تصيبنا، ويحصل العكس. فيا نحزن يا نغتم يا نهتم. اول ما تعرف ان ناصيتك بيد الله عز وجل، والله لو اعطيت هذه الكلمه حقها من التفكر لا اثرت المقادير على اقتراحات عقلك. يبقى الحل ايه بقى؟ انك تعرفي ان انت ويبقى عندك يقين ان انت ناصيتك بيد الله، انت حكمك في ايد ربنا. اتفرجي على كرم ربنا وسلمي ايدك، سلمي ايدك كده ونفسك، قولي يا رب انا ناصيتي بيدك. اقعدي كده مع نفسك في دعائك، دعاء حلو قوي انا بحب اقوله، يا رحمن يا رحمن ارجوك ارجوك لا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأنه كله انك انت الله. يا رب لا تخيرني، اختار لي ولا تخيرني. يا رب انا لا اقدر، اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. بسيطه، حبه حاجات بتسلمي بيها نفسك، حبه حاجات بتسلمي بيها نفسك. يا رب اللهم اني نصيتي بيدك. يا رب يا رحمن يا رحمن ارجوك فلا تكلني الى نفسي طرف. يا رحمن انت بتطلبي بالرحمن في البدايه، يا رحمن ارجوك فلا تكلني الى نفسي طرفه عين. يا رب ما تسيبنيش نفسي طرفه عين، يا رب انا ما اعرفش حاجه، انا ماليش دعوه، فلا تكلني الى نفسي طرفه عين. يا رب انا ما تسيبنيش طرفه عين، انا طرفه عين ما تسيبنيش، طرفه عين ما تسيبنيش. يا رب انا وكلت امري ليك فاصلح لي شأني كله. يعني خلاص كل حاجه ربنا هيصلحها لك. اصلح لي شأني كله. اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، الى حولك وقوتك. يا رب اخرجني من حولك وقوتي الى حولك وقوتك. هل انت ممكن حد يأذيكي؟ هل انت ممكن حد يضرك؟ هل انت ممكن يحصل لك حاجه؟ اخرجني من حولك وقوتي الى حولك وقوتك. كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله. انت كمان بتخوفني، انت كمان بص انا مش شايفه حاجه، انا مش شايفه. اي يا ماما انت كمان بتخوفني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش شايفه يا ماما. بسم الله. مش شايفه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش بسم الله